المطاعم مش بس بتقفل بسبب الاكل الوحش. الناس فاكره ان نجاح المطعم بيبقى معتمد على جوده الاكل، لكن في الحقيقه الجوده لوحدها مش كفايه. في المطاعم اللي بيحدد النجاح هي الارقام اليوميه. يعني ايه؟ يعني لازم تكون عارف متوسط عدد طلبات في اليوم، متوسط الفاتوره، عدد الطلبات في اوقات الذروه، لان اي خلل في الارقام دي بيأثر مباشرة على الربحية. مثال بسيط، لو الإيجار عالي لازم تعوضه بحجم مبيعات أكبر، ولو تكلفة الخامات زادت لازم تعدل التسعير أو تقلل الهدر. غير كده في عامل خطير جدا اللي هو الهدر، الفود ويست. في مطاعم بتخسر من 10% ل 20% من التكلفة بسبب إدارة مخزون غلط. وفي الخليج تحديدا في تحديات إضافية، ارتفاع الإيجارات في المواقع الحيوية، منافسة قوية جدا من البراندات، عميل عنده توقعات عالية جدا. فالمطعم الناجح مش اللي بيقدم اكل حلو، المطعم الناجح هو اللي فاهم وقادر يحسب ارقامه اليوميه صح. وفي بيزنس سبايك بنبني لك نموذج مالي وتشغيلي للمطعم يوضح لك نقطه التعادل وحجم المبيعات المطلوب قبل ما تستثمر جنيه واحد. كلمنا دلوقتي.